السلام عليكم. النجم العالمي كريستيانو رونالدو يتحدث عن رحيله من نادي النصر السعودي قبل البطولة العربية بسبب واقعة السجود والانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي. وتحدث أيضا عن اشتياقه لزيارة بيت الله الحرام الكعبة المشرفة. ولكن قبل أن نبدأ، إذا كنت من محبي كريستيانو رونالدو اضغط لايك على هذا الفيديو ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. النجم العالمي كريستيانو رونالدو يتحدث إلى إحدى القنوات السعودية: ماذا عن البطولة العربية؟ هل نبأ رحيلك إلى باريس سان جيرمان قبل البطولة العربية هل خبر صحيح؟ وهل كان أمر سجودك في الملعب هو السبب في الضغوط الجماهيرية عليك في اتخاذ قرار الرحيل عن النصر السعودي؟ تحدث رونالدو: هناك أمور يجب أن تتضح إلى الرأي العام. لقد تحدثت من قبل أني سعيد في السعودية، وسعيد أيضا بتواجدي في نادي النصر السعودي، وأحترم الجميع. وأما عن رحيلي إلى باريس سان جيرمان، هناك كانت مفاوضات وانتهت منذ فترة. أنا الآن في كامل تركيزي حتى نفوز بالبطولة العربية، ووقعنا في مجموعة بها نادي الاتحاد المنستيري والزمالك ونادي الشباب، وأحترم جميع الأندية. نحن قادرين على الفوز في هذه المجموعة وتصدر الترتيب. أما عن واقعة السجود، أنا تحدثت من قبل أنني أحترم المسلمين ولا أنتبه إلى الإعلام الذي يشوه المسلمين، فأنا في السعودية دولة مسلمة والجميع يحب رونالدو. أنا لم أسجد، بل كنت أبرز احترامي للجميع، وأنا سعيد بذلك. هل تريد زيارة بيت الله الحرام الكعبة المشرفة؟ نعم، أود رؤية هذه الأماكن، لقد رأيتها من قبل في الإعلام كثيرا، ولكن أبلغوني أن ممنوع الدخول لغير المسلمين في هذه الأراضي، وهذا أمر يخص الدولة السعودية، فلذلك هذا الأمر لا يزعجني على الإطلاق. فأنا سعيد هنا في المملكة السعودية. وفي النهاية لا تنسى الإعجاب بالفيديو ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد.